مساء الفل واهلا بيكم وحلقه جديده من باب الخلق. ما زلنا في الحديقه، لكن الليله دي ليله انا اعتقد انها بالنسبه لي انا متاكد انها مختلفه، واتمنى انها تكون كذلك بالنسبه لكم، لانه ضيفي في هذه الليله يعني اخر مره تقابلنا على شاشه التلفزيون كان يمكن من 17 سنه او 18 سنه. لكن أنا عرفته من تقريبا 40 سنة. هي دي الحقيقة المرة. لكن اللي حصل إنه في صباح الخير سمحوا لي إن أنا أقدم الفنانين الشبان البارزين اللي يحبوا نجوم. وكان أستاذنا مفيد فوزي كتب كلام حلو جدا عن هذا الشاب، فأنا بدأت بيه صفحة اسمها شباب الفن البارزين، وكان أول واحد التقيته، وبعدين قعدنا مع بعض. أعتقد يمكن جالي مجلة صباح الخير وقعدنا عملنا الحديث، ومن ساعتها لزقنا في بعض، لدرجة إن هو لما جه يسجل معايا النهاردة جه لابس نفس الألوان بتاعتي بالصدفة البحتة. يعني أنا لابس قميص لبني جيليه كحلي، هو لابس برضه قميص لبني جيليه كحلي، هو كان جايب جاكيت قال لي لا خلاص مش هلبسها بقى خلاص. هذا هو التوافق الذي كان بيني وبينه في أيام كان يعدي بالعربية عليا، وهو ممثل مشهور جدا. الساعة 3 الصبح زمارة يصحي الشارع كله، بس الشارع كله بيحبه عارفينه، بيجي لي ايه يا مجدي، يقول لي يلا بينا نروح سيدة نفيسة. ساعات انزل وساعات اقول له روح انت بقى انا هنام، يعني اقول لكم بصراحة يعني. وامتدت العلاقة، وجه في لحظة قال انا لابد ان اتوقف حتى اراجع واختار لنفسي ما يناسب نفسه، وده الادب الجم بتاعه. فاختار أن يبتعد عن الشهرة، عن الكاميرا، عن حياة الفنانين الجميلة جدا والممتعة، عن الفلوس يعني والسلطة. على فكرة الفنانين بيبقى ليهم شيء من السلطة، لأن الناس بتحبهم، يقدروا يعملوا اللي هم عايزينه في أي مكان لأن الناس بتميل ليهم جدا. اختار أن ينسحب من كل ده. طب بقى ظل هناك سؤال. مجدي باباه مهندس كهرباء، كان بيشتغل في سنترال رمسيس، راجل عايش كويس في بيت كويس، وانا رحت طبعا شفت والده ووالدته وكل حاجه، اسره كويسه جدا، لكن مفيش ثروه. طب ده هيعمل ايه؟ هيعيش ازاي؟ جوز وخلف مصطفى وبعدين خلف احمد، لكن تشاء الاقدار انه يعيش احسن عيشه. هو المكان اللي كل مسلم يتمنى ان يتواجد فيه، مش بس كده، يتمنى ان يقبض فيه. فشاء القدر ان اختيار مجدي يوديه في أجمل مكان في الأرض، ويعيش وسط أجمل ناس في هذا الكوكب. أنت مش ممكن تلاقي أطيب من الناس اللي عايش مجدي إمام حواليهم، صح؟ في المدينة المنورة. ازيك يا مجدي؟ ايه يا عم انت؟ يعني الحمد لله يا محمود. انت رحت رجعتني زي ما انت قلت كده. 40. يعني 40 سنة. اه اه هو صحيح قرارك كان من حوالي أقل من 30 سنة، اقل، حوالي 22 لكن 23 كان سنة. السؤال اه هتعمل ايه؟ هتشتغل ايه؟ انت مهندس ديكور صحيح، اه بس ازاي بقى انت بقيت عايش في المدينة المنورة؟ هي بقالك كام سنة عايش في المدينة؟ المدينة تحديدا 16 سنة، وقبل كده 16 ما سنة بين بجوار مكة رسول الله عليه عليه الصلاة الصلاة والسلام. والسلام. قبل كده طبعا ما بين مكة وجدة، يعني في السعودية بشكل عام يعني. وكان المقصود هو الوقفة دي ان انا يعني الى ابعد شوية، لان كنت عايز اتصالح مع نفسي شوية، لان كان في صراع كده بيني وبين نفسي، فلقيت الحل ان انا ابعد عارف في شوية. أي لحظة بدأ الصراع ده؟ الصراع ده بدأ لما يعني اللي لما بقيت الاقي اللي وراء الكاميرا واللي قدام الكاميرا، في حاجات ورا الكاميرا وفي حاجات قدام الكاميرا، فأنا حصل لي تناقضات كده غريبة شوية. وبعد يعني ارتباطي بالحبيب صلى الله عليه وسلم، وزي ما أي حد
بيحصل له عمليه صلح بينه وبين حال من الاحوال. فانا حالي كان بعيد شويه. فلما اقتربت من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج في عمره في حج، فحسيت ان ايه، لا انا هقف بقى واركز في موضوع ازاي اوظف كل اللي انا خدته من خبرات ودراسه، فنون جميله، على معهد فنون مسرحيه، على هو سنه مجدي خد الاثنين، يعني خد فنون جميله وخد واكاديميه برضو الارتا مودرنا في ايطاليا، قعدت فيها سنه يعني. 3 مؤهلات الحمد لله. الحاجات اللي انا درستها كلها اشتغلت بيها يعني. صحيح يعني صحيح. يعني وبحمد يعني رب. مع التمثيل مثلت في المسرحيه واشتغلت ديكور وديكور سينما وتلفزيون ومسرح وكله. مظبوط. وفي الاخر رسيت على ان انا اوظف كل ده بقى فيما اخترته فيما بعد بقى في ال 15 16 سنه الاخيره دول، هو بدايه توظيف كل الحاجات دي. بقيت اقدر اسيطر على ما هو وراء الكاميرا وامام الكاميرا. يعني بقيت اعرف ازاي اسيطر على الاثنين دول. بقيت انا انتج لنفسي واختار اللي انا عايزه، فبالتالي بتقدر تختار اللي ورا الكاميرا واللي قدام الكاميرا. انت اللي صحيح. انت حر نفسك. صحيح. يعني بس. طيب هو كان سؤال بيطارد الناس يعني اللي متابعين مسيرتك، انه كان ممكن تعمل حاجتين. يعني انت ممكن تختار زي ما انت عايز، وانت كنت بتختار فعلا وكنت بتقدم حاجات حلوه وتبقى في ديت برضه. ما عرفتش يعني اعترف انا في ناس بتعرف تعمل ده كويس، انها تعمل الموازنه ما بين ده وده. انا الحقيقه ما عرفتش. يعني حسيت ان انا يعني لازم يبقى الكفتين موزونين قوي قوي قوي، ده تركيبتي انا الشخصيه. يعني انا من النوع اللي هو ايه، نقطه من اول السطر واخد خط. ده احسن لك. انا بقى يعني بتعامل مع نفسي كده يعني. خلاص الجمله خلصت يبقى نقطه وابتدي النقطه وبعدين اللي بعديها، فباخد خط بقى. كويس. بس ده بيبقى فيه سؤال بيطارد الناس كلها، انه انا بشتغل في مهنه وبكسب منها كويس، والمهنه ما فيهاش حاجه، يعني مهنه كويسه جدا جدا، وانت كنت من افضل الناس اللي انسحبوا، وفضلت صداقاتك وفضلت علاقاتك وفضلت تقديرك للفن موجود. بيبقى السؤال اللي بيطارد الناس، هبدا من اول وجديد وهعيش ازاي وهربي العيال ازاي؟ ايوه الحقيقه البيت لما تكون ففي زوجه بتبقى في ظهرك. أميرة. أميرة ما بتاخد يعني خدت، يعني ما خدت قرار بقت هي ايديها في ظهري من ورا. يعني ما قالتش طب هنعمل، ما قالتش السؤال ده خالص، ما سالتوش. لا ابدا. هي على طول ابتدت تقدم حلول معايا. طب انت عايز تعمل كده، خلاص نعمل كده. عملت حاجه جميله جدا يا محمود، يمكن اول مره اقولها. قالت لي لو هنعمل موازنه في الموضوع يا سيدي، إذا كنت خايف من الجانب المادي، لأن كان مصطفى كان في المدرسة وأحمد في حضانة متعود أنت على وعربيتين وبيت وشقة وأنت بتكسب وبكسب يعني. وبعدين برضو ما كنتش بعيد عن الديكور، كنت عامل موازنة بين الاتنين. لكن قالت لي لا احنا ممكن نتوقف، ويا سيدي خد ادي شوية الجانب المادي يعني. ادي يا سيدي الصيغه دي كلها، كل الصيغه هي حطها ونأمن سنه، اقعد سنه فكر. الحقيقه اللي ساعدني ده الجانب اللي في البيت. التاني كان في الشيخ اسماعيل صادق العدوي طبعا، رحمه الله عليه، كان امام وخطيب مسجد سيدي احمد الدرديري، وكنت بحضر له كده جلسات صوفيه جميله. كنت بتروح له في السيده نفيسه؟ والسيده نفيسه ايوه، كان يعدي عليا الساعه 3 بالليل. ايوه ايه يا مجدي، يقول لي تعال نصلي في السيده نفيسه، وهو ممثل عادي. ايوه وكانت امي تقول لي مجدي عدى عليك. الله يرحمها الله يرحمها. كويس. فالحقيقه قال لي بص، عايز تعمل حاجه لنفسك فيبقى لنفسك. اوعى لما تختار حاجه تغضب حد من زمايلك وتقول له اصل ده اللي ورا الكاميرا مش انت، خليك في نفسك انت. يعني انت عايز تقدم حاجه لله، قدمها كمجدي امام.
يعني ما تسخفش اي حد ولا تنفر اي حد. فلذلك انا قابلت الاستاذ مدبولي مثلا، استاذ عادل امام انت بتجمعك علاقه قديمه مع عادل امام. يعني اشتغلت معاه مهندس ديكور، اشتغلت معاه ممثل. ايوه وكل حاجه. فلما جه محمد حتى يجي مثلا يعمل عمره، محمد امام يعمل عمره، يقول لي خد بالك منه. كل حتى الممثلين الجداد لما جم المدينه وكده بيقابلوك كلهم، انا عارف. صداقات غير عاديه، ده بناء على توجيهات الشيخ اسماعيل صادق العدوي الحقيقه. ده الجانب اللي يخص علاقاتي مع زمايلي او مع مهنتي اللي انا كنت بمتهنها لمده 21 سنه. صحيح. كنت ناجح. قال لي من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صحيح. هيبقى في شويه اختبارات صغيره بس في الاخر مفيش شكك في المساله، هتاخد كاش يعني. والكاش كويس. ربنا سبحانه وتعالى يعني مش هيشكك لك. هتعمل هتاخد. فشوف انت عايز تعمل ايه وربنا هيكافئك عليه. فما تنتظرش بقى ايه اللي هيحصل ايه اللي هيحصل، بس تماسك ما دام خدت قرار في حاجه اصبر. فجت التحويله بعد كده انه كل الخبرات اللي فاتت دي اتسخرت في الموضوعات اللي انا عملتها بعد كده، في برامج اللي اتعملت. انت بقالك سنين بتصور وبتذيع حاجات، وعملت مرات برامج وعملت مرات حاجات وكان في قنوات دينيه في الغالب. هو يعني هي كانت اقرأ اكتر، هي القناه الام للموضوع ده، لكن هي الحقيقه خدت صبغه وسطيه جدا. هل ده كان من منطلق ان انت مجدي امام اللي الناس تعرفك عشان توصل لهم الرساله، ولا انت بس بتعمل دوت عشان ده حاسس انك انت يجب انك تعمله؟ والله يعني انا عايز اقول انه بجمع بين النقطتين دول يا محمود، هو لان فيهم شعره صغيره. هو ده سؤال، هو سؤالي البايخ يعني. هو اشتياق للكاميرا برضو ولا هو ده السؤال؟ يعني من تحت الترابيزه كده. لا هو حتى من تحت الترابيزه او فوق الترابيزه. هو هي في حاجه، في علاقه بينك وبينها، في حب شديد بيبقى بينك وبين الكاميرا، حب خفي مش موجود. انا كان يعني في حاجه، في علاقه قويه بينك وبين الكاميرا، وبعدين سريعه التوصيل لاي معلومه ولاي احساس ولاي مشاعر، وبعدين بتكشف. صحيح. الكذاب بتبان، الصادق مش بتبينه او كذاب. لا لو خدته في انما لو ركزت هتجيبه يعني. لو خدته في فيري بيج كلوز اب يعني كده هتكشف المساله. كان مره معالي زايد واحنا بنعمل، لا يرحمه معالي، كانت جميله، مسلسل في دبي، كان حاجه اسمها القضيه 80 طبعا للطفي الخولي ومحسن زايد. وكان اول مسلسل ليا اعمله سنه 80. كان فاروق الفيشاوي، معالي زايد، استاذ عبد المنعم ابراهيم، محمد رضا، مجموعه كبيره جدا جدا، الجزيري، ناس كتير يعني. كان ياما في مسلسلات كتير قوي بتتصور في الخليج. فلقيتها مره نازله، هي طالعه اختي في المسلسل، فلقيتها ماسكه الكاميرا الصبح، واحنا بقى ايه في مشاهد في بيتنا، فانا طالع اخوها والاب كان سعفان وحسين القلعاوي وكده، لقيتها ماسكه الكاميرا وحضناها، تقول لها معالي خدي بالك مني، طلعيني حلوه، انا بحبك، حبيني زي ما بحبك. بتقعد بتكلمها. وعلى فكره يعني الله يرحمها معالي كانت بتطلع في الكاميرا بصوره كانوا بيحبوا بعض بشكل فظيع. وسبحان يعني الله كان في بينهم علاقه فظيعه بين معالي والكاميرا، لانك انت معالي قدام الكاميرا غير معالي بره الكاميرا، مش بيقول مين احلى. ايوه يعني هي في ذمه الله، انما كانت لما بتتحط على الكاميرا سبحان الله شخصيه ثانيه مش معقوله. في اكتر من فنان وفنانه كده الكاميرا تحط عليها يبقى حاجه ثانيه حلوه جدا جدا جدا. صحيح. وبتشع كده، بتبقى فيها بريق كده عجيب يعني. صحيح. صحيح. فسبحان الله يعني. فانت حبا في الكاميرا حبيت توصل للناس. طب ما في علاقه حب، طب ما نخليها بقى في السلام عليك يا رسول الله، مسجد سيد المرسلين، المدينه خير لهم لو كانوا يعلمون، خدام المسجد النبوي، خدام النبي صلى الله عليه وسلم، نفحات من مكه، على طريق الهجره،
نسمات من طيبة، أسماء وصفات النبي صلى الله عليه وسلم، علموا أولادكم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه تاني؟ إلى رحاب المدينة المنورة. مجدي، بتتفرج على أعمالك؟ أحيانا يعني أحيانا يعني القنوات لما انتشرت بقت بيدوروا على المكتبة، لازم يكون عندهم مكتبة درامية. فبالأمر هتلاقي مسرحية، هتلاقي مسلسل، هتلاقي سهرة. انت فاكر اعداد الحاجات اللي عملتها؟ يعني فاكر عملت كام مسلسل، كام فيلم، كام تقريبا مسرحية؟ يعني اتذكر كويس. طبعا في ايام دول الخليج اللي هي عجمان ودبي والاردن دي فترة وتونس. اللي ما يعرفهاش دي فترة كان الممثلين المصريين بيسموهم الطايرين. احنا ايوه كانوا من ضمنهم كان حسن الله يرحمه، حسن حسني وغيره ممثلين، كله السعداني والسعداني وكله. صلاح السعداني كان الحاجات الوحيده اللي يعني يمسك في نفسه قوي قوي، لان هو ما بيحبش طيران. ايوه ما بيحبش صحيح. يطير. ايوه ما بيحبش طيران. يا خبر ولكن أبيض. كان يتماسك جدا ويبقى قاعد، يعني ممكن يكون واخد مهدئ عشان يطلع بياخد طياره. فعلا، كان بياخد فعلا. دي مسلسلات كلها في منها اتعرض وفي منها ما اتعرضش. يعني في مثلا القضيه في ما اتعرضش هنا، ما اتعرضش في مصر للاسف، لكن عرض في الدوله المنتجه يعني. في قلب من ذهب، في افلام التلفزيون طبعا. افلام التلفزيون هو يعتبر الرصيد الحقيقي للممثل. افلام التلفزيون كانت فرصه كويسه جدا. الحقيقه. وفي التلفزيون يعني بتستعرض في التلفزيون. وبيتصور سينما، كاميرات سينما. صحيح. فاللي ما يعني هو كان ميزه ومش ميزه قوي. كان ميزه في حاجه ومش ميزه في حاجه تانية. لما انت تبقى كممثل وقاعد تطلع له في الفيديو في مسلسل وفي سهره، وممكن تكون عندك مسلسل اذاعه وعندك فيلم تلفزيوني، فتيجي السينما تبعد عنك شويه يعني. صحيح. كان زمان في مقاييس ثانيه. يعني شبابنا جيلنا الجديد ما يعرفش الكلام ده. انما كان زمان يقول لك في مرحله الانتشار ويقول لك ستوب بقى. واختار يعني بقى سينما ولا تلفزيون. وتعمل تلفزيون قليل، سينما اكتر، لان السينما يعني كانت موازين مختلفه تماما. صحيح. طبعا. صحيح. وكل المقاييس مختلفه يعني. حتى طريقه التقنيه بتاعه التصوير اختلفت تماما يعني. بتحن للشغل السينما التلفزيون؟ انا خلاص حصل لي حاله تشبع من الكاميرا بعد ما عملت برامجي، وبعد ما عملت افلام التسجيليه اللي انا او الدوكيومنتري اللي خاصه بالمدينه. وبعدين تشبع في التصالح، الحمد لله رب العالمين يعني. في صلح كده ان انا يعني تشبعت. يعني وصل عندي المساله، عارف يا محمود زي ايه؟ يعني الذم والمدح ما عندي واحد. يعني اذا انت قلت لي ايه يا استاذ الجمال اللي انت عملته ده، متشكرين يا سيدي. ايه يا استاذ القرف اللي انت بتعمله ده، متشكرين. المساله بالنسبه لي ذم ومدح واحد يعني. خلاص المساله يعني ما بقتش انت حققت حاجه وصالحت مع نفسك وواكبت العصر او الزمن اللي انت كنت عايشه. طب امتى ادركت وانت في الرحله دي اللي يعني عمرها نقدر نقول 40 سنه، ما تزعلش يعني، لكن ده الامر الواقع. امتى ادركت ان انت اخترت الاختيار الانسب؟ مش هقول الاحسن، انما الانسب لك. امتى ادركت اللحظه دي؟ هو لما حصل صلح بيني وبين كفتين الميزان، اصبح في توازن ما بين الاثنين. الحقيقه الصراع اللي كان موجود الاول، وهتعمل كام مسلسل السنه دي، ممدوح عبد العليم عمل كذا، محمود الجندي عمل كذا، طب انت ما عملتش ليه المسلسل ده؟ كان لازم اعمل ده، الدور ده راح مني، لا لازم اكلم محسن زايد يعمل كذا، او في المسرح عملت ايه مع الاستاذ سمير العصفوري. مع صراع انت على طول قاعد. وبعدين ما كانش فيه زمان بقى كاستنج ولا ده، انت بيسموه بره الامبريزاريو. انت وحركتك انت وعلاقاتك. يعني امبريزاريو بمعنى ان انت متعهد نفسك بنفسك. صحيح. اعلاميا انت اللي بتعمل ده. بتجتهد للصحافه، بتجتهد للاعلام، بتجتهد في اختيار ادوارك، تتواجد داخل حقل الوسط الفني بشكل او باخر، في صراع دائم بينك. لكن بعد ما حصل الميزان اتوزن، لا هي كده
اللي يجيبه ربنا هو اللي هيتم. والامور ما دام بتعمل واجبك كويس بكل تفاصيله، بتتقن عملك، بتتقي الله سبحانه وتعالى، خلاص الامور هتتساوى في النهايه يعني. بس قابلتك مطبات برضو في الفتره دي؟ اتقابلت، لكن ايه، بتحاول يعني، ما انا قلت لك لازم يبقى في حد، الطرف الثاني، الجناح الثاني بتاعك صحيح، ساند. لازم يكون ساند. يعني ايمانياتك توكلك على الله سبحانه وتعالى، ايمانك بالكتالوج الجميل اللي ربنا سبحانه وتعالى اداهولنا ده، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبقى في مرجعيه، او يعني قائد تبص عليه، يعني قدوه، خدت بالك، فتتوازن. ساعات بيختل التوازن دون، ولكن برضو الجناح ده والجناح بيوزنوا بعض، وبعدين بتنطلق تاني يعني. بس انا ما شفتش في الفتره الحقيقه دي يعني خبطات جامده، لا يعني في مشيت الحكايه هدوء، في يعني عارف ايه، طيران الجناحين متوازيين. هو يعني الواحد لما بيهدي مع الحياه هي بتبقى لطيفه، مش كده؟ ايوه ايوه. لكن طول ما انت قاعد بقى، طول ما انت متكلب كده ومخضوض وباصص على ده وباصص هنا، وفوق ولا تحت ولا فوق ولا تحت ولا هنا ولا في الجنب، انت قاعد على طول على يعني على رمان بيلي، قاعد تلف. فيعني هدي، يعني تأمل الموضوع هتلاقيه سهل جدا. ما بتجيلكش لحظات تقول انا فاكر المسلسل الفلاني وفاكر الموقف الفلاني مع الفنان الفلاني؟ طبعا الحياه دي كانت لذيذه قوي. طبعا بتجيلك جدا، وخصوصا لما مثلا اقابل حد من زمايلي مثلا في نادي، في مطعم، في اي مكان، يعني قدرا كده نتقابل بالصدف، او حتى في اي مكان، وتتداعى بتتبسط. طبعا علي الحجار مثلا، زمالة فنون جميلة، مثلا محمد الحلو، محمد فؤاد، المطربين اللي جه حضر عيد ميلادي، اللي طبعا. منير، يعني الجيل بتاعنا. هو كان زمان التوافق كده، كان بيبقى ممثل ومطرب ولاعيب كوره، الثلاثه يبقوا ماشيين مع بعض، ايه، صحيح، بيتأمعوا ببعض الثلاثه. على فكره ده موجود لغايه دلوقتي. موجود لغايه دلوقتي. كان يعني ايه، بس انضم لهم مذيع برضه. يعني انضم للمجموعه دي بقى في مذيعين يعني نجوم، طب ده ممكن تلاقي التشكيله دي. طيب. او مذيعه يعني مش ضروري. ممكن تلاقي التشكيله دي لسه موجوده. طيب بتستدعي ذكريات تجيلك تبقى مبسوط جدا. اقول لك على حاجه غريبه، انت محمود على فكره طول عشره هنقول بقى الرقم عشان ايه يبقى صارحنا الناس، يعني 40 سنه. مظبوط فعلا. انت حاجه غريبه جدا. بقول لك ايه، انت بتلضم قول لي بقى انت الصداقات، وازاي بتحافظ على ده. ازاي صورت حلقات عن المدينه؟ لان انا كنت نفسي جدا في بالخلق ان احنا نروح المدينه. وكنا استعدينا بالفعل نروح المدينه ونروح مكه، لكن جت كورونا عطلت الدنيا. فانا بقى يعني في مناطق يجوز فيها الحسد. لا هي غبطه، عشان الحسد تتمنى انها تزول مني. لا هو غبطه، انت بتغبطني يعني. فهي الحكايه ان انت صورت في المدينه المنوره. فقول لي ايه بقى اللي صورته؟ الناس دايما لما تروح المدينه بتروح للحرم وتقعد جنب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، يعني يمكن يزوروا مشهد سيدنا حمزه، واظن معاه مصعب بن عمير. ايوه مصعب بن عمير. ويزوروا جبل احد طبعا. جبل نحبه ويحبنا يعني. لكن في اماكن تانية في المدينه الناس ما تعرفهاش. احب انك تحكي لي عنها، خاصه احنا معانا صور في عندها. هم في 3 افلام انا عملتهم الحقيقه خلال انت من انتاجك انت؟ انتاجي واخراجي انا. وبفضل الله تعالى استعنت بزمايلي طبعا. الفنان احمد كردوس، مصطفى عز الدين، ايمن ابو المكارم، طبعا مديرين تصوير شطار جدا طبعًا يعني. طبعًا. الموسيقار الرقيق الحبيب المحبوب اللي بحبه جدا جدا، عمر خيرت، طبعا اهداني مكتبته كامله، قال لي اختار ما شئت اللي انت عايزه. واحيانا بنزنق يروح مديني جمله من عنده. مونتاج جبت معتز الكاتب من المنتجين الكويسين، معتز كمال الكاتب التاني جرافيكس. خدت التيم ورك ده كله واشتغلنا مع بعض الثلاثيه المحمديه. دخلنا الاول المسجد بتاع الرسول عليه الصلاه والسلام، عملت فيلم 19 دقيقه نتيجه
وجودي بس ما داخل. دخلتش الحجره. لا الحجره عمل عملناها إيه؟ جرافيكس اه بعد دراسات طبعا. لما ما حدش بيخش، مفيش كاميرات بتخش. لا كاميرات لا خالص. الفيلم ده 19 انما دقيقة. انت ما دخلتهاش يعني لا يا مجدي؟ لا والله عرض عليا الأمر ده. كان في أحد رؤساء الدول وكده، وكان المترجم بتاعه في دولة ما يعني هيخش، وكان واخد إذن، وجابوا لي يعني تصريح على أساس إن أنا من ضمن هذه الجالية يعني، ومحدش هيسأل. لكن أنا امتنعت تماما لأني أنا ما تصورتش صعبة. ازاي يعني قدمك المتسخ خفت ما اقدرش امشي، وخصوصا ان انا دارس يعني ايه المقام الشريف فين ويبعد قد ايه عن الارض، مظبوط. والستاره فيها ايه، والجدار شكله ايه عشان ما يتشبهش بالكعبه، فاتعمل ايام عمر بن عبد العزيز فعملوا كده. وان القباب مش قبه الخضراء اللي انت شايفها، ده في 3 قباب تحتيه. في دراسه كامله للموضوع دون. فالحقيقه يعني سؤال طبعا خفت وبعدين ما لقيتش يعني اي بشريه تخش تخترق بشريه محمد صلى الله عليه وسلم. يعني اقدامنا احنا مشيت راحت فين، وقدم ان الرسول عليه الصلاه والسلام راحت فين، يعني اللي اثروا على الحجر يعني من معجزاته يعني. صحيح. ان قدمين الشريفين بتوعه يدوس على الحجر فيطبع عليه ويمشي على الرمل لا اثر له صلى الله عليه وسلم. اثر القدم الشريف. ذكر الحافظ السيوطي في كتاب الخصائص الكبرى أن الإمام الشافعي قال: ما أوتي نبي معجزة إلا ولنبينا صلى الله عليه وسلم نظيرها أو أعظم منها. وقال أبو نعيم: إن الله عز وجل ألان الحديد لسيدنا داود عليه السلام، وقد ألينت الحجارة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا أعجب. وقد لانت الأحجار لقدم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حتى توارثت الأمة آثارا عديدة للأقدام النبوية الشريفة مطبوعة على الحجر. ومن تلك الآثار الأثر الشريف المحفوظ في تركيا، وهو من الآثار التي أخذها السلطان سليم من الشريف بركات أمير مكة ونقله معه إلى القسطنطينية، وهو أثر للقدم اليمنى. فقلت لا، أنا لازم أبين للناس آداب زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام وآيات التكريم لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبعاد الروضة، لأن في ناس كتيرة جدا تسألني لو سمحت هو قبر الرسول فين؟ أروح له منين؟ يا ابني أنت دافع عمرة وتذكرة وجاي وما فيش أي جانب إرشادي للموضوع ده، فأقول له هنا وتخش من باب السلام وباب البقيع وتعمل كذا. تجرم التونسي كاتبها دخلنا باب السلام غمر قلوبنا السلام عليه الصلاة والسلام. وبعض الأحيان الناس لعدم يعني وعيها تبقى ماسك مثلا الحذاء بتاعه وهو من كتر شغفه بيسلم على الرسول يقول له السلام عليك يا رسول الله، وايده مش موجوده ومش موجوده هو يعني يعني هو في حال تاني. فقلنا شويه حاجات كده، حتى الاماكن الخاصه بالفيلم ده اماكن الناس مش عارفاها وهم هناك ما طمسوهاش الحقيقه. يعني الروضه الشريفه فيها اماكن تعبديه للرسول. يعني اسطوانه السيده عائشه دي او اسطوانه المهاجرين موجوده ومتعلمه ومعروفه معروفه وعليها علامه. مزبوط. الحرس الوفود هتلاقي الاسطوانات اللي جنب الغرفه النبويه الشريفه مكتوب عليها ايوه اسطوانه كذا واسطوانه عمر واسطوانه ابو بكر وكل ده وده نشوفه في الفيلم اسطوانه يعني المكان اللي كان بيقعد فيه الشخص. ايوه زي الازهر كده يقول لك فيه الدرس بتاع الشيخ فلان عند العمود الفلاني، شيخ عمود يعني يقعد جنب العمود وتلامذته حواليه. فكان الاسطوانه دي يقعد يركن عليها ابو بكر، يركن عليها سيدنا علي، سيدنا عمر. اسطوانه التوبه، الحرس، الوفود، الاسطوانه المخلقه اللي كان فيها جذع الشجره اللي كان بيصعد اليها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه الجمعه. كل الكلام ده موجود في الفيلم لما نشوفه. الاسطوانات الاثريه بالروضه الشريفه. الاسطوانه المخلقه
هي الأسطوانة الملاصقة للمحراب النبوي لناحيته اليمنى وأنت متجه للقبلة. سميت مخلقة أي التي يوضع عليها الخلوق أي الطيب، وقد كانت تخلق إكراما لكونها علما لمصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسطوانة عائشة رضي الله عنها. تسمى اسطوانة السيدة عائشة رضي الله عنها، وهي الثالثة من المنبر والثالثة من جدار المقصورة النبوية. وقد سميت بذلك لأن السيدة عائشة رضي الله عنها قد أخبرت سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بفضل تلك الاسطوانة، فقام فصلى عندها فعلم الناس بها. أسطوانة التوبة، وهي الاسطوانة الرابعة من المنبر والثانية من جدار المقصورة النبوية، وسميت بذلك للقصة المعروفة عن الصحابي الجليل أبي لبابة رضي الله تعالى عنه. أسطوانة السرير، تقع شرقي أسطوانة التوبة وتلتصق بشباك الحجرة المطل على الروضة الشريفة، وهي محل اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان له صلوات ربي وسلامه عليه سرير من جليد، وكان يوضع له عند هذه السارية. أسطوانة الحرس، وهي تقع خلف أسطوانة السرير، وسميت بأسطوانة الحرس لأن سيدنا علي بن أبي طالب كان يجلس عندها يحرس النبي صلى الله عليه وسلم. ادي اول فيلم اتعرفنا على المسجد النبوي الشريف. تمام. وطبعا زي ما انت قلت ما ينفعش الحجره النبويه، فالحجره النبويه عملناها بالجرافيكس كمان يعني، وكتبنا جنبها نموذج توضيحي عشان ما حدش يتخيل ان دي الاوضه. لا، بعد الدراسات عرفنا جسد الرسول صلى الله عليه وسلم بيرتكن في انهي حته. كل حاجه متحدده، حتى متحدده. انا ما اعرفش مجدي بقى يصلح لي ان الرسول نايم كده، نعم، عند قدمه راس أبو بكر، نعم، ثم عند قدم ابو بكر راس قدم عمر. سيدنا عمر. ده صح، مظبوط، ده مظبوط. انا قايل له ده في الفيلم على فكره. كويس. ده الفيلم الاولاني. الفيلم الثاني خدنا من يعني تصورت انا كده، خدت من الحجرات النبويه المقتنيات التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد الدولة العثمانية جت الحرب العالمية الثانية، خافوا، ده سبب يعني اللي هم بيقولوه ان تاريخيا انهم خدوا كل المقتنيات دي. لا ده خدوا كل حاجة، الاتراك خدوا كل حاجة عندهم. لا وراحوا بيها على هناك. هي حركة يعني فظيعة، لكنها في منتهى الذكاء. ما تقدرش انت. كان في فوضى، خدوا حاجة النبي كلها عملوا بيها حاجة هناك لازم تروح هناك تتفرج عليها. فده اللي حطيناه في المتحف. مظبوط. متحف توبكابيلا، وكان مقر الدولة العثمانية. واحنا كمان على فكرة عندنا، احنا عندنا في سيدنا الحسين طبعا، أنا صورتها. وانت صورتها، انا شفتها طبعا. انا بقى هنا بستعرض حاجتين: القطار اللي نقل الحاجات دي بتاريخه، والحاجات اللي جات لنا مصر، وسميته السلام عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، على اساس اني من ورا الفيلم لازم اطلع معنى. مش بس ان انت بتتفرج على جبة النبي صلى الله عليه وسلم، او بتتفرج على الختم، او الرسائل اللي بعتها للملوك والامراء، او السيوف. لا، انا عايز اقول من ورا ده حديث اللي كان دار بين سيدنا عمر وسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عمر، ان اكون احب اليك من نفسك ومالك وولدك
ونفسك التي بين جنبيك. زرجن عمر في نفسي دي شويه. فهو اتاخد يعني. اتاخد، ولكن لمح الملمح بسرعة وأيقن إنه مين اللي هيشفع لي؟ مين اللي هيقول أمتي أمتي يوم القيامة؟ فلقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا والله يا رسول الله إنك أحب من ولدي ومالي ونفسي التي بين جنبي. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، الآن يا عمر، الآن يا عمر. الله صلى الله. بمعنى أنك اكتمل إيمانك الآن. الله. ده المعنى اللي أنا من وراء الفيلم. كان طبعا الدكتور علي جمعة هو اللي عامل صوت التعليق الصوتي، الفويس اوفر. صوته جميل، سمعته صوته حلو الدكتور علي جمعة. ويبقى خرجنا من المسجد بالحاجات دي وطلعنا على تركيا وعلى مصر. أما الشعارات الشريفة فهي كثيرة جدا، منتشرة حتى أيامنا هذه في كثير من بلدان العالم الإسلامي، وسبب كثرتها حلاقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشعر رأسه الشريف يوم حجة الوداع، وأمره لأبي طلحة رضي الله تعالى عنه أن يوزع شعر الجانب الأيسر من رأسه الشريف بين الناس، وقد فعل. والمحفوظ في تركيا شيء من شعر لحيته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم وضعت داخل قارورة زجاجية مملوءة بشمع العسل مغلقة من الطرفين. رباعيته المشرفة صلى الله عليه وآله وسلم. والرباعية هي السن التي بين الثنية والناب، وكان صلى الله عليه وسلم قد أصيبت رباعيته يوم أحد، رباعيته اليمنى السفلى، كما حددت ذلك رواية ابن هشام في السيرة. أصابها عتبة بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. خاتم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي يتختم به ويختم به كتبه ورسائله. وسبب اتخاذه صلى الله عليه وسلم خاتما أنه أراد أن يكتب كتابا إلى بعض الأعاجم، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا بخاتم، أي إذا كان مختوما، فاتخذ خاتما ونقش فيه محمد رسول الله، رواه البخاري. اشتهرت مراسلاته صلى الله عليه وآله وسلم للملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام، وهذا نص رسالته الشريفة إلى المقوقس، وقد حملها إليه حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ومن رسائله المشهورة رسالته صلى الله عليه وآله وسلم إلى كسرى، وحديثه في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. أما الرسائل ذاتها فقد وجدت في متاحف الملوك والسلاطين من المسلمين عبر العصور موثقة لديهم نقلا وحفظا، وليس فيها على المستوى التاريخي والأثري أدنى شك. سيوفه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يسميها كل واحد باسم، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من سيف، أوصلها بعض العلماء إلى 11 سيفا، منها سيفه المشهور باسم ذي الفقار. فقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر،
ثم أعطاه صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه، وتداوله أولاده وأحفاده من بعده حتى صار للخلفاء العباسيين. والمحفوظ في تركيا سيف نبوي كريم طوله 99 سنتيمترا، وقد نقش بالحفر البارز على نصله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. القوس النبوي الشريف. وقد روى ابن سعد أنه صلى الله عليه وآله وسلم أصاب من سلاح بني قينقاع 3 قصي: قوس اسمها الروحاء، وقوس شوحط تدعى البيضاء، وقوس صفراء تدعى الصفراء من نبع. والقوس الشريف المحفوظ إلى الآن من عود الخيزران دقيق الطرفين، طوله 118 سنتيمترا، وقد صنع له السلطان أحمد الأول محفظة مرصعة بالذهب والفضة. ومن الآثار الكريمة الشهيرة البردة النبوية، وقد وردت أحاديث كثيرة فيها استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للبردة، ووصفت في بعض الأخبار بأن لونها أسود، وأنها من صوف، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يطويها ويجعلها تحت رأسه الشريف كالوسادة. وقد تم تخصيص غرفة خاصة لعرض البردة أو الجبة النبوية في جناح الأمانات المقدسة في متحف طوبكابي بتركيا، صنعت لها الصناديق والحوافظ التي كانت توضع بداخلها، وكل منها مسجل عليه مهديها إلى المتحف مع غيرها من المقتنيات النبوية التي نقلت في قطار الأمانات المقدسة من المدينة المنورة إلى ذلك المتحف بعد الحرب العالمية. تعال بقى نشوف الفيلم الثالث اللي هو لسه لم يعرض، بعد بقى هيبقى ليك سبق إن شاء الله، إن شاء الله. تعرض فيه برضه شوية لقطات. المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ده حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن أنا مش باخد الحديث بفسره، لا أنا بقول فضائل المدينة ليه خير لنا. في فضائل المدينة بقى فجبنا الأماكن اللي أنت قلت عليها، ده 1 على 10. أنا عارف. في أكتر من عاش فيها الرسول 10 سنين. بس فيها بقى إيه يعني والصحابة بعد كده كلهم عاشوا فيها. كل مسجد مأثور يعتبر مسجد نبوي ما دام صلى فيه ركعة واحدة. طبعا. يعني لو صلى فيه الظهر بس يبقى خلاص بقى مسجد مأثور. طبعا. فجينا بقى مسجد الفتح، مسجد الشيخين، مسجد الدرع، مسجد الإجابة، وبعدين بقينا نقول التفسير ليه اتسمى كده. ده الفيلم. طب أنا عندي معلومة برضو أحب إنك تأكدها للسادة المشاهدين أو تنكرها، يعني إن مكان الحرم النبوي الشريف الآن هو حجم المدينة سابقا. دي حقيقة. يعني بعد التوسعات دي أيوة. كلها هي دي المدينة بالظبط، بدليل إن المساحة اللي انتوا شايفينها في الحرم النبوي حاليا بعد التوسعات العظيمة اللي اتعملت هي دي المدينة نفسها. مزبوط. بدليل إن كان الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان بيخرج من الحجرات النبوية الشريفة فيقول هيا نخرج إلى البقيع، هيا نخرج إلى البقيع. مشوار انت اللي دلوقتي بتمشيه بمنتهى البساطة لأنه بقى جرانيت 200 بقى متر تقريبا. 200 متر من الحجرة إلى البقيع، يعني أكتر شوية. لكن يعني أقصد أقول ممهد بقى رخام وسهلة. صحيح. لكن الآن كان في أزقة وفي تل وتباب يعني حاجات. كل الفيلم ده كنا بنعرضه لكل الأماكن المأثورة بالمدينة المنورة. طيب وده على جزئين. هل لم يسمح لك بتصوير البقيع؟ ما سمحش. جيت لا ده أنا لا مش قصدي حاجة والله. لا هو أنت جبت سؤال. أولا أنا يعني يكاد أكون كنت هقف في موقف يعني شديد اللهجة مع الجهات المعنية. كنت هتيجي يعني كنت هيرجعوني كنت يعني. هتيجي رغم ان انا كنت واخد موافقه من الاماره ساعتها ان انا ادخل البقيع بعد صلاه العصر واصور فعلا. ما اعرفش انت جبت ازاي دي النقطه الوحيده اللي لان انا ليا مع البقيع موقف لا انساه. عطاء كده من السماء حصل لي. طب بتقولوا لي؟ لا ابدا، كنت في البقيع ما فيش دخول لي. لكن لو في جنازه بتخش واحنا لابسين جلاليب مش باين مين السعودي من مين اللي ما حدش عارف حاجه. فانا قعدت استنيت اخشه ازاي، فلقيت الناس بتخشوا في الجنازه.
فرحت قاعد كده متكوم في الشارع لغايه ما جت جنازه، رحت داخل في الجنازه. الله. خلاص دخلنا البقيع. طب مين هنا ومين هنا ومين هنا؟ والله يا مجدي كده راجل اسمراني جميل كده، عجوز بتاع 80 سنه، قاعد على سور كده، وقاعد جنبه شاب. قال له بص يا حبيبي، يكلمه بالسعودي. هنا فاطمة الزهراء. رحت قاعد انا. اللي مسكت فيه. هنا كذا كذا، وهنا هنا كذا وهنا كذا وهنا. بس لا مشيت ورا الجنازه ولا عملت حاجة، أي خدت حاجة. الدرس وخرجت. شفت بقى بالظبط فين زوجات عثمان، ايوه، والمكان اللي فيه زوجات النبي، وبنات اللي النبي، فيه بنات النبي عليه الصلاة والسلام. صح. شفت كل حاجه. وستنا حليمة السعيدية وستنا لا عاتكة. ما وصلتش لكده، بس وصلنا لحاجات يعني يعني فليه هو مع كان موقف. الأول، فانا كنت نفسي انك تصوره. ما أنا صورت بالفعل، ولكن كان الموقف رفض في البداية أول ما شافوا الكاميرا. يا سيدي أنا معايا تصريح. لا مفيش. يا سيدي من الإمارة مفيش، وعسكر ما يعني عندهمش تفاهم هناك. ما يعني هو بيحقق الموضوع بجانب هي شدة عسكري. الحقيقة مطلوبة، شدة مطلوبة، لأن مطلوبة الأماكن حساسة جدا وحساسة، وبعدين في أفكار طبعا كتيرة، طبعا فهو شدة رفض. مطلوبة، شدة مطلوبة. ولكن أنا تمثلت للأمر وخدت. أخرج. كان معايا واحد مصور باكستاني اسمه رؤوف بخش، رؤوف بخش، عبد الرؤوف بخش، يعني من أهل المدينة وعايش، لكن أصوله باكستانية. المهم قال لي طب ما تيجي نلف كده. المهم بنلف لقينا مبنى بيتبني تحت الإنشاء يعني. ففي انت عارف الاسانسيرات بالظبط قد البرجوله اللي احنا قاعدين فيها دي، اسانسير بيطلع المونه الاسمنت والرد للادوار العليا عشان تشطيبات. اسانسير بالحجم الاوضه دي. أيوه طبعا طبعا. ومعمول بالحديد كده. وبعدين قال لي ما نيجي نسال. سالت واحد، قال السلام عليكم. قال لي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا حاج اتفضل. منين يا عم؟ قال لي انا من بني سويف. طبعا طبعا. قلت له ممكن نطلع في الاسانسير ده؟ قال لي قوي اتفضل. دخلنا انا والكاميرا واحلى كرين يا باشا. صور. اطلع بقى كده. خدنا هنا سيدة فاطمه من فوق بقى. جبت الأماكن. ايوه كلها معايا. عندنا؟ ايوه هي في الفيلم. هنا واللي انت قلت عليهم دول كلهم بقى بالكاميرا ومعانا معداتنا. ففضل الجانب ده اللي فيه اللي انت شفته ده الجانب الايمن. أيوة. الجانب الايسر بقى فيه عبد الله بن مزعون وستنا حليمة السعيدية. لفينا بقى الناحية التانية في عمارة. عبد الله بن مسعود ده كان بيعمل شغلانة واحدة بس. أقول لهم بعد الفصل. أوكي. ويضم البقيع مقابر أمهات المؤمنين السيدة عائشة والسيدة سودة والسيدة حفصة والسيدة أم سلمة والسيدة زينب بنت خزيمة والسيدة زينب بنت جحش والسيدة جويرية والسيدة أم حبيبة والسيدة صفية وكذلك السيدة ماريا القبطية رضي الله عنهن جميعا. ويضم أيضا بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم السيدة زينب والسيدة رقية والسيدة أم كلثوم رضي الله عنهن والسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وولدها الحسن بن علي رضي الله عنهم. وفي الاتجاه الشرقي من البقيع يوجد قبر إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبر السيدة حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبر سيدنا عثمان بن عفان والعديد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. كنت بقول لكم عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل. أولا هو كان رفيع ورجليه كده فكان يطلع على النخلة. فالصحابة مرة قعدوا يضحكوا على رجله. فسيدنا محمد عشان ينصره قال له والله إني لأسمع صوت أقدام عبد الله بن مسعود في الجنة. فما كلموش. لكن عبد الله بن مسعود كان ليه عمل مهم جدا. كان يحمل خفي النبي. يشيلهم كده بإيده يحطهم في إيده ويمشي جنبه. يخش الجامع يلبسهم ويلبسهم.
طلعنا بقى محمود على في عمارة كانت قبل التوسعة، يعني وانا بصور في الفيلم ده كان في عمارة اسمها عمارة الأوقاف. طلعنا، صورته من فوق السطوح. لا ده من فوق كابينة الأسانسير عشان أقدر أجيب نفس الزاوية بتاعة جميل. اللي خدناها من الناحية دي، فخدناها بنفس الارتفاع تقريبا يعني. طبعا هم السعوديين انا اعذرهم في ده، لان بعض طبعا الناس ممكن تتصور ان احنا هنقدس الحاجات ديت والحاجات دي كلها، ولا وفي لكن احنا المصريين لينا طبع. احنا نحب الحاجات دي جدا، يعني احنا هم لينا طبع. يعني خايفين لاختلاف الافكار صحيح، واختلاف صحيح. الطوائف وكده، صحيح. فيحصل مشادات وكده، فهم خايفين من الحته صحيح. دي يعني. وبعدين ما لو سمح لك ده يصور وده يصور، يا ترى هيقول ايه ولا وهيقول هيعمل ايه؟ يعني انا وانا بصور في تركيا، اولا انا المقتنيات على فكره يا محمود اللي انا جبتها اللي في تركيا شعارات الرسول عليه عندنا الصلاه في والسلام الحسين، في سيدنا الحسين، وهم واخدينها من عندنا على فكره. كانت عندنا في قصر النبي. اي خدوها اثر من عندنا. النبي جاء قبل بيتك القديم أيوة، كده بشويه. دي مظبوط. المنطقه دي كانت سميت باثار النبي، خدوها اللي من بيقولوا عليها يعني الناس رجل الشارع يقول لك اثر النبي. هي اثر النبي. خدوا كل الاثار دي في تركيا، وطلعوا بعد كده اتنقلت بعد كده للقلعه، وبعد القلعه للخديوي في قصر عابدين، وبعدين الخديوي عمل لها في الشرابشيين المكان بتاع سيدنا الحسين. أجمعت الروايات التاريخية على أن المقتنيات النبوية المباركة المحفوظة في حجرة المسجد الحسيني بالقاهرة كانت في البداية عند بني إبراهيم في ينبع، وأنهم توارثوها عن الآباء والأجداد الأولين وصولا إلى سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعصره. وفي القرن السابع الهجري اشترى هذه المقتنيات من بني إبراهيم وزير مصري اسمه الصاحب تاج الدين من بني حنة، ونقلها إلى مصر وبنى لها رباطا لحفظها يعرف الآن بأثر النبي. وفي أواخر العصر المملوكي قام السلطان قنصوة الغوري ببناء قبة كبيرة في مواجهة مدرسته بمنطقة سوق الشرابشيين الغورية الآن، وذلك لحفظ المقتنيات النبوية بها. ويذكر أحمد باشا تيمور في كتابه الآثار النبوية أن هذه المقتنيات النبوية نقلت إلى قبة الغوري في القرن العاشر الهجري، ثم نقلت إلى المسجد الزينبي، ثم نقلت إلى خزينة الأمتعة بالقلعة، ثم نقلت إلى ديوان عموم الأوقاف، ثم نقلت إلى قصر عابدين. وأمر الخديوي توفيق باشا أن تنقل بعد ذلك إلى مسجد الحسين رضي الله عنه، وعندئذ تم إعداد خزانة فخيمة لحفظها في الحائط الشرقي من الجهة القبلية بالمسجد الحسيني، حتى أمر الخديوي بإنشاء الحجرة الحالية، وهي عبارة عن حجرة واسعة كسيت جدرانها بالرخام الفخم المجزع والسقف الخشبي الملون. السيف النبوي الشريف المسمى بالعضد، والذي استقر في حجرة الأمانات النبوية المشرفة في مسجد الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه بالقاهرة. وقد تم فحص هذا السيف كيميائيا في معامل هيئة الآثار المصرية، فاتضح أنه مصنوع من الصلب الهندي، ويرجح أنه صنع في دمشق. وعند فحص السيف الكريم بالمجهر تبين أن على نصله كتابة عربية محفورة على أحد جوانب النصل ترجع إلى وقت صناعته، ونصها محمد رسول الله من سعد بن عبادة. وقد قامت الدكتورة سعاد ماهر رحمها الله بدراسة تاريخية وأثرية ومعملية أكدت أن هذا السيف هو بعينه السيف الذي أهداه سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. المكحلة المشرفة روى ذلك الإمام أحمد في المسند والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مكحلة يتكحل بها عند النوم 3 في كل عين،
وقال الإمام الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: بلغني أن بالديار المصرية مزارا فيه أشياء كثيرة من آثار النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بجمعها بعض الوزراء المتأخرين، فمن ذلك مكحلة وميل ومشط وغير ذلك، فالله أعلم. انتهى كلامه. وأما الشعارات النبوية الكريمة المحفوظة في مسجد الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه، فقد ذكر العلامة أحمد تيمور باشا في كتاب الآثار النبوية أنهما شعرتان محفوظتان في زجاجة محفوظة في صندوق صغير من الفضة ملفوف بديباج أخضر مطرز بخيوط من الفضة. وترجح أن هذه الشعارات من شعر رأسه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، وأطوالها ما بين 7 و10 من السنتيمترات. وقد ورد في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن شعره صلى الله عليه وسلم كان يضرب منكبيه. القميص النبوي الشريف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتدي العديد من أنواع الملابس التي كانت متوافرة في زمنه الشريف، سواء منها ما كان يصنع في المدينة المنورة أو في مكة المكرمة، أو ما صنع في اليمن أو الشام أو في مصر. وكان أحب الثياب إليه هو القميص. من المقتنيات النبوية الشريفة المحفوظة إلى يومنا هذا قطعة من القميص النبوي الشريف، وقد أثبتها جماعة من المؤرخين كابن إياس والجبرتي وغيرهما. وقد ورد ذكر القضيب في قصة فتح مكة المكرمة، ففي سيرة ابن هشام من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة يوم الفتح على راحلته، فطاف عليها وحول البيت أصنام مجدودة بالرصاص، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير بقضيب في يده إلى الأصنام ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. رواه البخاري ومسلم. وفيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث سقطت الأصنام بمحض إشارته وهي مجدودة بالرصاص. والمحفوظ قطعة من القضيب أو العصا النبوية الشريفة، وبعد الفحص والاختبار أنها جزء من عصاه صلى الله عليه وسلم التي صنعت من الشوحط، والشوحط يشبه شجر الأرز. لأن يكون عندي منه صلى الله عليه وسلم شعرة أحب إلي من كل شيء على ظهر الأرض. هذا هو معيار كمال الحب. العمل الدوكيومنتري ده وثائقي. ففي ناس قالوا لي ايه، احنا عندنا مثلا اهل المدينه في منهم يقول لك انا عندي شعره مثلا من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، انا ما اقدرش اخد المقتنى ده واعرضه لانه مش متوثق. انا يعني بعرض ما هو موثق، بمعنى ان دي دوله ومصر دوله كبيره فيها كذا وفيها كذا، لدرجه ان لما نيجي نعمل الفيلم ده خدنا موافقه الاوقاف طبعا، هيئه الاثار، الامن العام طبعا طبعا يعني المساله موثقه مش تاليف. وكان برضو صوت، اصل هي المساله يعني بيني وبينك في الاخر هي المساله روحانيه. يعني مجرد انها حتى يعني اذا كان فيها صدق او فيها عدم صدق مش دي القضيه. هو يعني حسب ما انت القضيه يعني في انك انت تحس ان ده يعني بالظبط بالزبط. له روايح وله روحانيات خاصه. وكان اللي ساعدنا الحقيقه في الفيلم الاخير دكتور اسامه الازهري الحقيقه. طبعا رجل فاضل. برضو يعني عشان منطقه. بس انت قلت لي حاجه، معلش انا اسف قطعت كلامك. لا ولا يهمك. الناس تقول لك معلش هقطع كلامك، وهو قطع كلامك خلاص ما لسه قطعه في الفعل. انت قلت لي ان السجاد في الحرم المدني اتغير بقى كله اخضر. للاسف يعني دلوقتي الناس تقدر تحدد الروضه ازاي بصفتك انت ضليع في المكان. هو حديث واضح: بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه. مظبوط. هو ده اللي ما صح في الصحيحين وفي البخاري في كل شيء. وكانوا هم عاملين لو تذكر السجاده خضراء، وفي الفيلم معمول واضح لانه اتصور قبل اللي ما راحش يعني الحرم انه في سجاده خضراء اخضر وفي سجاده حمراء. السجاده الحمراء هي سجاجيد المسجد كله، ودي بالزبط. حاجات طبعا معموله حديثا يعني من سنوات، يعني 50 سنه 60 سنه بالظبط ما كانش في سجاجيد.
وبعدين الحته الخضراء هي دي الروضه الشريفه، سواء خلف المقام او عن يمين المقام. وفي ناس كمان عندها يعني توسعه شويه، بتبحبح شويه على الناس. ما يجرى اصل الدين على فكره مش عرفه كلها موقف. ايوه عرفه كلها ايوه موقف. وبعدين ريح الناس. يعني واحد ربنا سبحانه وتعالى بيديك توب قماش مثلا، يعني انت جيت اديتك توب قماش فيه 20 30 متر، انت تروح قاصص منه حته قد المنديل وتقول هو ده اللي هعمل منه كل حاجه. الدين واسع جدا صحيح وبسيط. صحيح. يعني ليه بنقفل على نفسنا؟ في سعه كبيره طبعا جدا. لدرجه ان بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه. فواحد قال لك طيب ما هو منبر الرسول عليه الصلاه والسلام في مصلى رسول الله اللي في صلاه العيد عند مسجد الغمامه مثلا، ده عارف بينه وبين المسجد والله ده يشكر، يعني زي من هنا وأول كيلو مترات بتاع حوالي تقريبا نص كيلو. قال لك هي دي كلها روضه الجنه. ماشي. بين بيتي ومنبري روضه من رياض. ما هو كان في دي منبر ماشي بيخطب عليه، ليه ما نوسعش المساله؟ بس ما فيش فايده، الناس برضو للاسف يعني بيزقوا بعض وما بتعرفش تصلي ركعتين على راحتك ابدا. لا هو في الترتيب الحالي دلوقتي بينسقوا المساله دي بقت ده عشان كورونا. عشان كورونا بس ما يقدرش، ما فيش تنسيق لان الناس بتروح ماشي بقى. يعني واحد قاعد في الروضه هتمشيه ازاي ده؟ يعني ما بيقدرش يمشي. صعب. انا الحقيقه كمان في بعض يعني كنت بتناول الافلام كلها. كنت فاكر يعني شريف عرفة قال لي انت قاعد بتتكلم بس زي ما يكون واحد بيتكلم في مرايه، قاعد تكلم نفسك. ليه الافلام دي ما تدبلش؟ يعني ليه ما يحصلهاش دوبلاج؟ طبعا فترجمناها بقى انجليزي وفرنساوي واردو اللي هو باكستاني وهندي، مهم جدا، ملايو اللي هو اندونيسيا. قال لي اللغات دي فعلا ابتدينا ناخد بقى الموافقات اللي كنا واخدينها باللغه العربيه من الازهر، خدناها بين اللغات وهم اللي ترجموا عشان ما يبقاش ده ايات واحاديث بتتقال فما يبقاش في غلط. فرجعنا للازهر في الموضوع ده، لغرفه صناعه السينما. نسخه للتلفزيون المصري؟ الحقيقه لا لسه. ممكن تعمل كده؟ طبعا. اولا لان احنا في المناسبات ده طبعا من غير مناسبه، بس في المناسبات الدينيه التلفزيون المصري محتاج مثل هذه الاشياء. فده تقدمه اهداء من فضلك. حاضر علينا. يعني دي حاجه مهمه للناس، الناس تحب الحاجات دي جدا. وانا الحقيقه كمان برضو حبيت يعني اذواق الاخرين في منطقه الخليج عموما. مثلا بيحبوا صوت يمكن بتسمعه وانت راكب الطياره، دكتور احمد الصبيحي اللي هو بيقول لك سبحان الذي سخر، الصوت العريض الجميل ده. او في محطه مكه اللي بيقول الدعاء المأثور يا رب، صوته ضخم كده. لا وصوت المقرئين السديسي تعرفت عليه شخصيه جميله جدا جدا، والراجل سجل يعني بصوته تعليق صوتي للافلام كلها الثلاثه. حتى برضو منطقه الخليج هو مفيش فرق طبعا بيننا وبين بعض، لكن اللهجه واللكنه اللي بيقول بيها هو مقربه ليهم. والعجيب ان حصل العكس، الناس بقت تحب تسمع طبعا صوت الدكتور علي جمعه وسما الازهري كل الاصوات دي حلوه، وبرضه هنا يعني كلها بتتكلم عن حضره النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. حتى الاستاذ محمود ياسين رحمه الله عليه هو سجل لي الفيلم بتاع مسجد سيد المرسلين مع محمد وفيق، وربنا يديله العمر اشرف عبد الغفور. ومحمود ياسين ومحمد وفيق. الحقيقه كانت مساهمه جميله من الاساتذه دي، طبعا دول اساتذتي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. إهداء من قلب محب لصاحب الطلعة البهية ذي السيرة العطرة الزكية إلى حبيب الأمة المحمدية أشرف الخلق وسيد البرية. فاللسان يطيب بذكر الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، والقلب يطيب بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. أحبك وأحب من تحب، وأحب ما تحب، وأحب من يحبك. يا حبيبي وسيدي ومولاي، يا حبيب الله،
يا نبي الله، الصلاة والسلام والبركات عليك وعلى آل بيتك الكرام. انا بالمناسبه يعني برضو عايز اقول انا حاجه يعني توافقني عليها، اعرف اكيد انت تعرف الحكايه بتاعت سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاة والسلام. لما حصل غزوه فتحوا مكه، وبعدين ربنا سيدنا محمد بدا يوزع الغنائم. الغنائم، اه فادى يعني اللي هم الناس الجداد، وبتوع المدينه ما خدوش حاجه. طبعا. فبداوا يتهمسوا كده عشان تعرفوا قيمه المدينه. فبداوا يتهمسوا كده، فوصل للنبي انهم زعلانين، فراح قال لهم انا اقول لكم الخلاصه يعني. قال لهم يعني دول ناس داخلين جديد في الاسلام وانا عايز اطيب قلبهم يعني. فهم يذهبون بالشاه والبعير وانتم تذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هترجعوا معاكم. فبكى الناس طويلا، قعدوا يعيطوا. قال لهم انتوا هدول هرجعوا بالغنم، جمل وخروف، وانتوا هترجعوا. المحيا محياكم والممات مماتكم. عليه الصلاة والسلام. عشان تعرفوا قيمة المدينة المنورة. عليه الصلاة والسلام. تعودون برسول الله. ألا يكفيكم أن تعودوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني أنا بشكرك. ويعني أتمنى لك أن أنت دايما تعمل لنا مثل هذه الأفلام. وهل أنت بتفكر في يوم من الأيام تعمل مسلسل؟ لو جالك مسلسل حلو. لا أنا زي عمك حسن يوسف كده. لا هو أنا بفكر إن أنا أعمل مسلسل، بس مش زي حسن يوسف. لا أنا بكتب حاليا فيلم بمسلسل صغير بقى حسب التقنية الأخيرة اللي هي ما بين 12 إلى 13 دقيقة. خلاص بقى. المسلسل ده سميته أنا وجده. عايز أعمل حاجة للأطفال. ممتاز. والمشاعر دي اتحركت لما بقى عندي حفيدة وكده. فعلاقتي بجنة بنت مصطفى وإن شاء الله ربنا يكرم أحمد يا رب ويجيب لنا أحمد ده ابنه التاني بس الصغير. جنة علمتني حاجات وخلتني عايزة أقدم لها حاجة. فبديت أكتب فكرة كده، وبيكتبها معايا واحد اسمه أحمد الضوي، ولسه كنت بعرضها امبارح على حد من يعني تعمل دور جد. أعمل دور جد، بس مش عايز أسمي زي مثلا الأستاذ عبد المنعم مدبولي بابا عبده ولا محمد عمه فؤاد. لا أنا عايزة أنا وجده، يعني هي وجدها وكل جد. وكل جد. وبنشوف بقى ايه علاقتها مثلا بالحيوانات حلو قوي. وبالزرع. ليه بتشد بتقطع؟ ليه بتقطع الزرع كده؟ في اطفال تبص واقف كده قدام الزرع ويروح قاطع زرع. ليه؟ عايز اتكلم مع الاطفال باخلاقيات العصر ده، لان هم الافق بتاعهم واسع جدا جدا بشكل غير عادي. فلازم اوصل له المعلومه بطريقه تانية. مش هينفع اقول له من خلال قال كذا او فعل كذا، او هو اخد لا من خلال عمل درامي طبعا. اخد المورال او المضمون من حضره النبي في الحديث او من الايه. وانا لان الدين بتاعنا كله اخلاقيات وكله قيم. طب ما ناخد القيمه من غير ما اديله الجرعه اللي هو يقول لي طب ازاي؟ لا انا عايزه ابسطها له بشكل او باخر. جميل. الزرع، اعاده مثلا. على فكره كل حاجه تعلمها للاطفال دي حاجه كويسه. حاجه يعني معاملته مع اولاد اصحابه، معاملته مع اهله، مع امه، ازاي يعرف القرايه حاجه حلوه، وازاي وبعدين مثلا الايباد والسوشيال ميديا اللي هو بيقعد عينيه بالساعات. او الاكلات الوجبات اللي هي بتبقى اللي بيسموها الجانك فودز والحاجات دي. وتبقى انت تقول له كل يا ابني عشان تتخن. انا عايز اقول له ان الاكل المفيد يبقى ايه، يعني شويه حاجات وشويه قيم كده بسيطه. فبنكتب الموضوع ده. طب كويس. بس على اساس يبقى انا اللي بعمل الجد. ومره في مره ممكن اجيب يعني كل مره حد تاني، يعني مش لازم جنة. ممكن ابن مثلا احمد امين، ياسين مثلا بحبه جدا، واد لذيذ كده كويس. ويعني يبقى كل حلقه ده اللي بفكر فيه. بالجانب ان اللهم صل تعليمي
لا غير الجانب التعليمي، لا استكمال للثلاثيه اللي انا عايز اعملها. بعمل دلوقتي على طريق الهجره، هجره النبي يا صلى الله عليه سلام. وسلم مكة من مكه للمدينة. للمدينه أرجوك من المنورة. فضلك، ده هيبقى جميل جدا. يعني لان تم توثيقه بالفعل، صحيح. ازاي وقف فين وراح فين، لدرجه ان هم هناك دلوقتي بيعملوا محطات للي توقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم بشكل او باخر. يعني دي مجدي، يعني هو سؤال بايخ، بس يعني هو ضروري ليك وليا. يعني مضى العمر، يعني مضى منه اللي مش هيبقى قده ابدا. وانت اتخذت طريق، كان زمانك دلوقتي الممثل الكبير مجدي امام. وراجل كبير يعني في التمثيل بقى خلاص. فانت ما حسيتش خالص ان ده كان بالنسبه لك لطيف؟ يعني انا قلت يمكن انا عشت الزمن ده بكل مقاييسه بكل مواقفه، وحاليا بعيش الحدث ده دلوقتي بسني ده بكل مواقفه. انا احيانا بحس ان انا عندي 30 سنه 20 سنه 25 سنه، ما بحسش ان انا صحيح يعني صحيح. مش عايز اقول صحيح. الرقم بس 70 معلش سبعينايه، هي سبعينايه، لكن بسم الله ما شاء الله الله اكبر، عشان ما حدش يعني بحس ان انا عايز امشي وعايز اتكلم وعايز افكر على طول ازاي انتج اشياء، وازاي امسك سكتش وارسم تاني وتيجي فلان الفلاني مثلا يقول لي والله ابني شقته عايز اقول له اعمل يعني له. انت لما تبص في المرايه دي زي المرايه كده، تقول لنفسك برافو عليك، انت عملت حاجه صح. 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 طبعا. انا يعني متصالح مع الزمن ومتصالح مع نفسي، وما يهمنيش بقى ان انا هبقى ممثل الكبير مجدي امام. انا يهمني ان اكون المحبوب الكبير لرسول الله عليه الصلاه والسلام.